تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الغدا. حاجه كده جديده وسهله وبسيطه ان شاء الله هتعجبكم. هنعمل رول اللحمه بالبيض المسلوق. حاجه كده بسيطه وسريعه. ومش تاخد وقت معانا خالص في التسويه ولا في العمايل بتاعتها. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا كده بنات، انا هنا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه. معايا 4 بيضات لان القالب اللي انا هحط فيه يا دوبك بياخد الاربعه بس. معايا بصلايه كبيره مبشوره ومعصوره من الميه بتاعتها عشان ما تفكش مني في الكفته. والبهارات معايا فلفل اسود وملح وتوم باودر، بصل باودر، بهارات سمك، بابريكا، جنزبيل، ورشه صغيره من جوز الطيب. هاخد كل المكونات دي بقى احطها في البوله. ماما توماس بيسلم عليكم. لازم اي فيديو يرشق لي فيه. طبعا انتوا اتعودتوا عليه اكيد يعني. ايه يا حبيبي؟ بصوا كده البصلايه. هنخلي البيض ده للاخر. الاخر هحط بقى كل البهارات دي عليه وهفركهم مع بعض كويس قوي. ولو حابه تحطي معلقه بقسماط معاها عشان لو فكت منك يعني، لكن انا عشان عصره البصل كويس فان شاء الله مش هتفك. هدعكها كده كلها مع بعض عشان البهارات كلها تتبل في اللحمه والبصل. اكله جميله خالص وجديده وهتعجب ولادك قوي يعني لو مش بيحبوا ياكلوا البيض. تحطها لهم باللحمه كده. هتعجبهم قوي يعني. تمام كده زي ما انتم شايفين دعكتها كلها فيه. هجيب بقى ورق فويل. تمام كده. وهحط بقى عليها اللحمه افردها كويس. يستحسن ان انت تشغلي قبل ما تبتدي فيها، بتشغلي الفرن عشان ما ياخدش معاكي وقت في التسويه. لو شغلتيها على الباقي، لو يعني يا دوبك فتحتي الفرن وحطيتيه وبعد كده شغلتي هتاخد منك مثلا ساعه في الفرن. الفرن سخن قبلها يعني هتاخدك في ساعه الا ربع. هتفردي بقى كده اللحمه فيها. حاولي بس تخليها مربعه شويه. ممكن برضو اقيس القالب بتاعها. تمام كده. بصي من هنا ومن هنا القالب هياخد معاكي. هبتدي بقى اللي انا ارص فيها البيض. ايه يا حبيبي؟ حاضر يا ماما. اهي يا بنات زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى اللي انا الفهم رول مع بعض. تمام كده. وهلف الناحية التانية برضو واضغط عليه جامد بقى بالمنظر ده كده. تمام. هلفه بقى كويس قوي. تمام. تمام كده يا بنات. وهربط من هنا كويس قوي بقى. ماما هنا. نعم.
حاضر ماما. حاضر يا ماما. بصوا كده بنات زي ما انتم شايفينها كده تمام. هدخلها بقى احطها في القالب. تمام كده. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 ساعة الا ربع. لو عايزة تسيبيها شوية لو الفرن بارد بتاعك حطيها ساعة. وهوريكم في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي. ورجعت لكم تاني بنات بعد ما خلصت الرول. طلع من الفرن زي ما انتم شايفين كده. استوى خالص وماسك نفسه جدا، لاني كنت عصره. اهم حاجه تعصري البصل عشان ما اللحمه ما تفكش من بعضها. وعملت جنبها كمان طبق اسفه مكرونه. وجرنشتها كده حاجه بسيطه كده. شايفين الذوق بقى والجمال، يعني حاجه بسيطه كده ممكن تغير من شكل الطبق خالص. دلوقتي بقى هقطع معاكم الرول وهوريه لكم. دلوقتي يا بنات هقطع معاكم الرول بقى زي ما انتم شايفين كده. تقطعيه قطع صغيره. اهم حاجه بس السكينه تكون مشرشره. بصوا. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما يا ماما. هي بنت. بصي بيطلع معاكي الخرطه بخرطتها. بصوا كده تمام زي ما انتم شايفين كده. يا رب الوصفه بتاعتي تكون النهارده عجبتكم، وبتمنى ان انتم تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه. وهستنى تعليقاتكم على الفيديو. ويا ريت اللي بيشوف القناه لاول مره يشترك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.